ممكن تكون مقتبس من قصص سابقة. المواقف الحقيقية يمكن ما تكونش حصلت بنفس الترتيب، ويمكن ما تكونش حصلت في نفس البيت، بس الأكيد إنها حصلت. والمواقف التخيلية والمقتبسة وارد جدا إنها تحصل، مش أوهام يعني. بص، سواء حقيقة أو خيال أو اقتباس، خد منها اللي ينفعك. ولو لقيت المعنى بعيد عنك، ده مش معناه أبدا إنه خيالي أو مش واقعي، معناه إنه واقع في حد تاني غيرك بيعيشه. لو حلو، إيه المانع إنك تتمنى تبقى زيه؟ ولو الواقع ده مش عاجبك، اشكر ربنا وادعي له هو ربنا يغير حاله. على فكرة انت مش لوحدك، في كتير زيك، وفي كتير ابعد ما يكون عنك. في اللي عينه منك ونفسه يبقى زيك، وفي اللي عينه عليك وبيحمد ربنا انه مش زيك. في اللي بيحسدك على اللي عندك، وفي اللي ما يستحملش ربع اللي عندك. في اللي فاهمك على حقيقتك، وفي اللي بيظلمك عشان ما بيتعبش نفسه يعرف حقيقتك. في اللي نفسه تاخد بالك انه بيبصلك، وفي اللي مش طايق اصلا يشوف وشك. في اللي بيتمنى يسمعك تقول له كلمة، وفي اللي مش مستحمل منك حتى كلمة. في اللي قلبه بيتفتح أول ما يشوفك، وفي اللي لما بيشوفك بتتسد نفسه. في اللي بيسمعك بقلبه قبل ودانه، وفي اللي لما بيسمعك بيسد ودانه. الكتاب وقع في ايدك، اعرف انها مش صدفة. في جواه رسالة ممكن تكون ليك، او رسالة منك لغيرك، والكلام ده حقيقي جدا. أمير تدرس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. الفضاء الإلكتروني استطاع أن يخلق بداخلنا دوافع كثيرة لكي نمارس بعض الهوايات التي كان يعني من الصعب أن نمارسها بشكل ما أو بآخر. ومن خلال هذه الهوايات والتي أوجدت جمهورا نوعيا بالإضافة إلى كتابات نوعية، وهي التدوين من خلال المدونات، التدوين من خلال الصفحات الخاصة، من خلال المواقع المختلفة، فيسبوك، تويتر. هذا التدوين تحول بعد ذلك إلى ما يشبه فكرة النهم أو حب الكتابة. الكاتب الكبير والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد يقول: طالما أنا أكتب فأنا سعيد. وربما أصبح الأستاذ أمير تدرس المحاسب والذي بدأ إلكترونيا ووصل إلى طباعة ما يكتبه أو ما يحب أن يكتبه الآن. أستاذ أمير أهلا بيك. أهلا بحضرتك. عنوان الكتاب الكلام ده حقيقي جدا. صحيح. كانت عنوان الصفحة أو عنوان المدونة بتاعتك الكلام ده حقيقي جدا. بالظبط. التدوين هنا لا يأخذ منحى سياسي، لا، التدوين هنا تدوين إنساني فريد. يمكن خلينا نخش عالم الأستاذ أمير تدرس الذي استطاع أن يدخل العالم الافتراضي أو الفضاء الافتراضي، أيضا يضع قدمه على الواقع وفي نفس الوقت يتواصل واقعيا بشكل هنعرفه مع بعض. أستاذ أمير أهلا بيك. أهلا بحضرتك. خلينا نروح للبداية والموقف اللي ممكن يصدم أي أب، ولكن الموضوع تحول من محنة إلى منحة. ده حقيقي فعلا. إيه اللي حصل؟ زي النهارده 28 اكتوبر 2014. عشان كده انا بشكركم انكم خليتوا لي اعمل احلى احتفال يعني باليوم ده. قعدت انا وتينو نقرا البوست اللي هنزله له عشان عيد ميلاده. مين تينو ابن الاستاذ امير اغسطينوس. اغسطينوس اسمه الحقيقي، بس خلينا نقول تينو اسهل يعني. تينو. اوكي.
قعدت انا وهو بالليل علشان يقرا البوست، قلت له تعالى اقرا البوست ده عشان انا هنزله بكره. فابتدى يقرا حكايه دايره بيني وبينه موجوده في القصه، ان هو كان عنده سمات توحد كتيره، وكانت الموضوع ممكن يعوقه عن الدراسه والتعامل بشكل منفتح مع الناس. وبعدين ابتدى يسالني ايه يا بابا التوحد ده يعني ايه، انا كنت بعمل ايه وكده. ففهمته كل حاجه، لانه تاني يوم كان البوست هينزل وكانوا الناس هيسالوه. طبعا زمايله في المدرسه او كل الناس اللي عنده على الفيسبوك هيعرفوا، يعني الكلام ده كان السنه اللي فاتت يعني. نزلت البوست بالليل تاني يوم الصبح، نزلت البوست الصبح وابتدوا الناس يقروا. ابتدى البوست في خلال ساعات بسيطه يجيب ارقام انا كنت اول مره اشوفها، يعني ايه بوست يتشير 21,000 مره من الاكونت بتاعي بس. وبعدين فوجئت انه الاماكن اللي الناس بتشير فيها البوست، اخش الاقي البوست متشير مثلا 40 و50 الف مره. مكتوب ايه في البوست؟ كان مكتوب حكايتي معاه من ساعة ما كان عنده 2.5 سنين وعرفت انه عنده توحد من الحضانة بتاعته. مدرسة نورة بنيامين كلمتني وقالت لي امير لازم اشوفك لان ابنك عنده مشكلة ولازم احكيها لك. حكيت لي انه عنده سمات توحد، الاي كونتاكت، ما عندوش تواصل بصري خالص، عنده مشكله في انه يتعامل مع ناس كتيره، هو بيحب يبقى قاعد لوحده، عنده مشكله في انه بيلعب، ما ينفعش يلعب بالعاب كتيره، هي لعبه واحده اللي ما بيغيرش. يعني عشان نعرف سمات التوحد، يعني مظاهر التوحد ايه هي؟ يعني لما ازاي نعرف ان ده الطفل، او نعرف احنا في البيت ان هذا الطفل عنده توحد؟ انا عن نفسي ما كنتش عارف، انا الحاجات دي عرفتها، يعني انا كنت فاكر ان هو لما بندهله مثلا ما يردش، او لما ما يبصش في عيني ده شقاوه او عند او كده، فقلت حتى يروح الحضانه، لانه كان لغايه 2.5 سنين، هو اتكلم بعد 3 سنين. انا وديته الحضانه هو 2.5 او 2 و4 شهور، عشان قلت يمكن الولاد في الحضانه يخلوه يتكلم، يعني ما كنتش عارف انه تاخيره في الكلام ده برضه مظهر من مظاهر يعني التوحد. اتاخر ل2 و4 شهور مفيش كلام؟ مفيش كلام، هو اتكلم بعد 3 سنين، يعني حتى لما نزل الحضانه ما كانش بيتفاعل كتير وما كانش بيتكلم. مش بيحب اي حد ومش بيحب اي حاجه، هو ليه اختيارات محدده جدا حتى في تعاملاته مع الناس القريبين منه. يعني ممكن الطفل يختار مثلا الام وما يبقاش ميال للاب، او العكس زي في حاله تينو كان مختارني وكان مش ميال لمامته قوي. الاعتبارات هو احنا ما بنبقاش فاهمين ليه، يعني ليه انت مقرب مني مش مقرب من ماما، مش عارفين، رغم ان هي اللي بتقعد معاه وقت اطول، ولكن دي طبيعه الطفل التوحدي يعني. ف قالت لي لازم تعرضه على حد. انا الموضوع ده كان صادم زي ما حضرتك تكرمت وقلت في بدايه الحلقه، ما كانش ينفع ان انا اودي تينو عند طبيب نفسي، لانه مش عدم اعترافا مني بالطب، لكن لانه تينو ده ما كانش مجرد ابن بالنسبه لي، تينو ده كان اخويا اللي ربنا ما اداهونيش في الحقيقه. فقلت له يا رب انا عايز اول خلفتي تكون ولاد، فربنا حققه لي واداهوني اخ، ما اداهونيش ابن يعني. فكان صعب عليا جدا ان انا اخد اخويا من ايده واروح اقول للدكتور معلش انا مش عارف اعمل معاه حاجه. فقررت ان انا احاول في البيت لوحدي. ابتديت اعرف النظام اللي هم عايشين يعني، وانا مش موجود وانا في شغلي، يعني هم بيتعاملوا مع بعض ازاي في البيت هو ومامته. فعرفت ان هو نوعا ما بيقعد قدام التلفزيون من 4 ل6 ساعات، ودي مشكله عند ناس كتيره جدا من اللي بيتكلموا وبيبعتوا لي على الصفحه. لما بيبقى في اضطرابات في ردود افعال الطفل، اول حاجه بسال عليها بيقعد قدام الكرتون قد ايه، سبيشال الكرتون وبخاصة الكرتون، يعني بيقعد قد ايه. ومن هنا هيبدأ الأستاذ أمير مرحلة جديدة مع تينو أغسطينوس. يعني هيبدأ معاه بداية، هو هيسميها المرحلة دي، أو يسمي العلاج ده علاج مش هيدي فيه عقاقير، مش هيروح فيه الدكاترة، ده هيديله عنوان جميل ورائع وحلو. سميته العلاج بإيه؟ بالحب. نشوف العلاج ده ازاي بديت، يعني جرعات العلاج بالحب مشيت ازاي؟ ابدا، يعني مسكت حاجه من اللي اتقالت لي عن مثلا عدم التواصل البصري. طيب هو مش بيبص لي، طب انا هخليه يبص لي، انا هحاول احدد مجال بصره في مناطق ضيقه. لو هو مثلا في الاوضه بعيد وانا بعيد وبندهله، الاوضه فيها مليون حاجه ممكن تخطف عينه عشان يبص لها، فكنت بقعده على رجلي وشه ناحيتي، بحيث حتى لو لف يمين وشمال هو حدود حركه رقبته يمين وشمال هتبقى في حدود وشي برضه. بعد فترة ابتدى يبص في نن عيني كده لحظة ويودي وشه الناحية التانية، لأنه ما كانش ميال خالص حتى إنه يقعد، يعني حتى كتير كنت أخده ويقعد على رجلي فينزل. هو كان عاشق للأسلاك، ودي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي بتميز الطفل التوحدي. ممكن ما نلاقيهوش بيلعب بحاجة، بس
بلعبه، بس نلاقيه بيلعب بحاجه، بيحب يمسك القلم، يحب يمسك سلك يفضل يعمل فيه كده. فانا تينو كان عاشق للاسلاك، كان يروح يدور على الاسلاك تحت السجاد ورا اي حاجه فيها سلك يعني. فابتديت ابعده برضه عشان كده كنت على طول ما انا قاعد في البيت شايله على رجلي، ما كنتش بسيبه خالص يعني. فابتدى بعد شهور يبدا يبص في عينيا حبه، بس الموضوع بعد فتره اكتشفت ان هو مربوط بيا، لانه اي حاجه انا بقول له عليها هو عنده استعداد انه ينفذها بعد محاولات طبعا، لكن في الاخر هي مربوطه بيا. فعدم مش هيعمل كده مع حد تاني. بالظبط. يعني ده مرهون بوجود والده اللي هو حضرتك. بالظبط. واللي عرفني الموضوع ده انه في يوم كان مقضيه عند والدي في البيت وانا كنت في شغلي، وانا اليوم اللي قبل كنت تعبان، فهو كان شايفني وانا تعبان، وتاني يوم انا رحت الشغل ما شافنيش وانا كويس الصبح وانا نازل، ففضل اليوم كله ما يتكلمش وما يضحكش في وش حد خالص، لغايه ما انا روحت اخر النهار بعد الشغل لقيت بابا بيقول لي ده انت مفاتيحه معاك. الولد اول ما شافك شخصيه تانية خالص. قال لي احنا من الصبح، من الساعه 10 الصبح لغايه ما انا روحت الساعه 5 قاعد على الارض، اللي بيحاول يلعبه يبتسم له كده زي ما يكون بيجامله وقاعد ساكت، ما كانش بيتكلم هو في الوقت ده، فمش قادر يعبر، ما بيكلمنيش. كان عنده سنه كام في اللحظه دي؟ كان حوالي 2 مثلا و6 7 8 شهور حاجه كده يعني، ما كانش لسه كمل 3 سنين. يعني في اللحظه اللي احنا واقفين فيها دلوقتي مر عليك ايه؟ بقى عنده كام سنه دلوقتي؟ تقدر تقول من وقت ما عرفت لغايه وقتها مثلا نقول مر 6 شهور. لما لقيت ان في استجابه في موضوع التواصل البصري، بعدها بشويه ابتدى حركاته تهدى شويه، بس هو معايا كل شويه كانوا ماما بالذات كانت كل شويه امير لازم حد يشوف تينو، امير لازم حد يشوف تينو. هي بصراحه اللي كانت بتزن عليا لغايه ما قربنا قرب 4 سنين. كان نشكر ربنا يعني ابتدى يتكلم بعد 3 سنين، فكنا عدينا قصه الكلام، بس كان عندنا مشكله بقى في الحركات اللا اراديه. مثلا كان يجري على طراطيف صوابعه مثلا في البيت، كان عنده حركه لازمه بايده كده او لازمه براسه. كان لو حد شاله غيري مثلا ممكن يعني لو مامته مثلا خرجت بيه بره وانا مش موجود يبهدلها، فكانت النتيجه انه ما ينفعش يخرجوا غير وانا موجود. لو معزومين في اي مكان وانا ظروفي مش سامحه ان انا اروح ما نقدرش نروح طبعا، ما ينفعش. فكنا وصلنا ل4 سنين وخلاص المفروض بقى نخش المدرسه بي كلاس او بالظبط. فقالوا لي لازم تروح لدكتور لانه هيتعمل له انترفيو في المدرسه وهيتعرف يعني. رحت للدكتوره، كشفت عليه، قالت لي بص انت يعني انا شايفه قدامي طفل جميل يعني، هو قاعد على الكنبه قدامي وبيبص لي، فبص احنا يعني انت بتحكي قصه وانا مش شايفاها دلوقتي، فخلينا نعمل اختبار التوحد. فعملت اختبار التوحد في الوقت ده، فطلع التوحد عند درجه 19. وده رقم يعني كبير ولا صغير ولا ايه؟ وقت المقياس ما كانت بتقول لي عليه قالت لي الصفات اللي انت بتقولها، موضوع التواصل بالعين والحاجات اللي كانت المدرسه بتشتكي منها في الحضانه، بتقول ان احنا قدام طفل التوحد بتاعه 30. التوحد 19 ده دليل ان في حاجه حصلت. يعني خلاص المنسوب نزل يعني بالظبط، السالب نزل شويه بالظبط. خصوصا انه قالت لي احنا كلنا عندنا نسب توحد، كل الناس الطبيعيين عندها نسب توحد، انت من ضمن اصحابك في واحد هو ده اكتر واحد قريب منك، حتى والدك ووالدتك في البيت انت في حد فيهم مفضل عندك بس انت بتحب الاثنين. فالدرجات بتفرق عند الحاله المرضيه بقى لما بتكون عاليه يعني. بس فقالت لي انا عايز اعرف انت عملت ايه بالظبط مع ابنك، فقلت لها حكيت لها اللي حصل كله. قالت لي على فكره انا صوتي بيتنبح مع الابهات والامهات عشان اقول لهم اللي انت بتعمله ده، وانت جيت عشان تثبت لي اللي انا بقوله. الدكتوره دي انا على تواصل معاها لغايه النهارده وفرحانه جدا باللي سمعته وبالقصه. قالت لي لانه انا مدركه جدا انه الاب والام في ايديهم مفاتيح ولادهم ويقدروا يعملوا فيهم كتير، بس كله بيلجأ للادويه علشان يشتري دماغه من قصه الوقت والتعب وكده. ما هو دي المشكله، ان احنا الطريق السهل القصير ده ربما يكون متعب، لازم على الاقل نسلك الطريق الصح حتى لو كان طويل. تمام يعني ده مهم جدا. طيب دلوقتي تينو وصل لفين وبقى سنه كام دلوقتي؟ تينو هيكمل 12 سنه كمان يومين. ده خلاص ده بقى شاب. نشكر ربنا يعني. ده ايه يعني على بقى يعني انت بديت تكتب من سنه، بديت تكتب تسترجع كل هذه السنوات صدقني انا ما بديتش اكتب، انا كتبت البوست بس عشان اقول له كل سنه وانت طيب، عارف زي ما حد بيقول لحد من سنه فاتت يوم 28 اكتوبر زي النهارده بالظبط يعني. بالظبط كتبت البوست بالظبط. يعني انا مستغرب يعني، بس ما فيش حاجه صدفه، هو ربنا بيرتب يعني.
فكتبت البوست فلقيت الناس دخلوا بيقروا وابتدوا يخشوا على الاكونت عندي على الفيسبوك ويقروا. انا من وقت للتاني كنت بدون حاجه، مثلا في عيد الام اكتب حاجه احس الناس ان هم يعني يقربوا من امهاتهم بقدر الامكان. وانا بكتب الحاجات دي انا نفسي بتعلم، ممكن اخد موقف اروح اعمله مع حد في البيت وكده. فلقيت الناس بيقولوا لي امير اكتب ما توقفش كتابه، لغايه ما الاكونت بتاع الفيسبوك اتقفل من كتر الاصدقاء، فقالوا لي اعمل بيج. عملت بيج كنت متخيل ان اقصى عدد هتوصل لها 10,000 حد مثلا، فوجئت ان الصفحه النهارده عدت 96,000 حد واحنا لسه ما كملناش سنه. فقد كده الناس كانوا يعني حابين وبيشجعوا جدا ان انا اكمل كتابه، وقد ايه موضوع الكتاب ده جه بناء على طلب الناس اللي موجود على الصفحه. وقبل ما اخد القرار عملت بوست يا جماعه اعمل كتاب ولا لا، عشان ما يتقالش ان انا ابتديت استغل اللي انا بعمله ده تجاريا علشان اكسب من وراه. فلقيت ترحيب غير عادي من دول يعني في العالم، في الامارات، ابو ظبي، الكويت، ناس في اسرائيل طلبوا الكتاب في فلسطين. ما بعتوش في حته لسه، احنا يا دوبك الطبعه الاولى في مصر يعني. فيعني لقيت الموضوع الناس مقبله عليه جدا بدرجه قد كده حسوا ان في حاجه ممكن تتغير يعني. وهو ده كان الحلم الكبير اللي كان عندي في الاصل، انه مفيش مشكله حد بيعدي بيها صدفه، انت بتعدي بيها عشان نفسك، وعشان لما الناس تعرف ان انت عديت في المشكله ومشيت منها ممكن حد يقلدك، والحد ده يقلده حد تاني، فنبدا ننشر في المجتمع فكره انه زمان قبل الادويه ما كانت تخترع، البشريه ما فنيتش قبل الادويه خالص. البشريه فضلت عايشه، والناس كانوا بيربوا، والامهات قبل ما يبقى في ما في نزوع للطبيعه النهارده يعني. العلاج الطبيعي انك تروح للنزوع للطبيعه، الحياه الطبيعيه، البيت يعني كل الادوات الطبيعيه اللي هي الادوات اللي احنا بنسميها الادوات الاوليه. تمام. يعني النزوع ليها، ويمكن حتى في فكره كانت يعني قابله للتحقيق، مش عارف اتحققت ولا لا، وفكره ان احنا نعمل يبقى في مشروع لفنادق الفندق كل اللي فيه طبيعي يعني اولي مصر فعلا. يعني موضوع انك تخش حياه طبيعيه اوليه تمارس فيها حياه خاليه من التلوث البيئي، خاليه من الصخب، خاليه من كل مشاكل الحياه العصريه. مش معنى كده ان احنا نركب الحياه العصريه على جنب، لا، ده هي احياء يعني. الموضوع مطلوب بهذا الشكل احيانا للعلاج، للاستشفاء يعني، ومن هذا القبيل. بس ارجع لنقطه تاني، يعني برضه تينو وصل دلوقتي بقى ايه؟ تينو في 6 ابتدائي. ايوه. مدرسه لغات، نشكر ربنا، من الطلبه الشاطرين، مش ما فرقش معايا الدرجات قوي. لا برافو ساعات اسمح لي احييك. لا انا ما فرقش معايا الدرجات خالص يعني. انا بنتي اول بوست شافه 600,000 واحد فعلا على البيج، بنتي كانت جايبه 9 من 20. صورت النتيجه بتاعتها، قالت لي بابا امضي لي على ورقه، فكتبت لها، قلت الميس رسمه لها وش زعلان، فانا كتبت لها على فكره انا واثق ان انت هتجيبي حلو المره الجايه، ورسمت لها وش بيضحك جنب الوش الزعلان. بس فنزلت البوست علشان اقول للناس اللي بيلطموا على وشهم لما اولادهم بيجوا لهم ناقصين درجه ولا درجتين. انا واحده بعتت لي بتقول لي بنتي جايبه 9 من 10 في الماس وانا متضايقه، تفتكر في مشكله؟ قلت لها حضرتك عندك مشكله فعلا طبعا يعني. او الاب اللي يفرح ان ابنه جايب 102%. الاثنين يعني عندي حتى هذه اللحظه، ولكن هو فكره دلاله المجموع في اختيار الكليات هو اللي بيخلي الناس مرتبطه بفكره المجموع بشكل كبير، ويصل الى حد يعني حد ممكن يبقى ليه مردود سيء على فكره التقييم بعد كده. عشان كده انا كتبت في مره انه ربنا لما هيجي يسال الابهات والامهات مش هيقول لهم ولادكم جابوا كام من 10 في الامتحانات، هيقول لهم لما عملوا كده انتوا زعلتوهم ولا فرحتوهم. طب خليني ارجع للكلام ده حقيقي جدا، وده عنوان ممكن نقول عليه داخل في فكره ادب الاعتراف. فعلا. واحنا في المنطقه العربيه فكره ادب الاعتراف ده الدخول او الاقتراب منه يعني مشبوب بالخطر، او مشوب بالخطر عفوا، مشوب يعني في فكره ايه، في قلق منه، في خوف منه. ده موجود في اوروبا، موجود في امريكا، في الموضوع ده يعني في المنطقه غير العربيه في ادب الاعتراف. ازاي يعني اقدمت على ادب الاعتراف بشكل انت بتنشره سواء على الفيسبوك ومطبوع؟ انا عندي حلم
انا كبني ادم عايش في الدنيا دي عندي حلم. ايه الحلم؟ انه كل واحد مطلق مراته يفكر ويراجع نفسه ويرجعها. كل اتنين العيشة استحالت بينهم هما الاتنين، وهي بتقول له طب خلاص انت مش هتشوف ولادك، ويروح يدور بالمحكمة عشان يشوف ولاده ساعة ولا ساعتين في الاسبوع. لا، وقت ما يحب يشوف ولاده يشوف ولاده. انا بحلم انه اعيش في مجتمع حتى لو ربنا مش رايد ان الاتنين يعيشوا مع بعض، ما يجيبوش سكينة كده ويقطعوا الطفل بالنص. جسديا عايش في بيت، ونفسيا نفسه يبقى في بيت تاني، او نفسه يبقى في بيت ثالث فيهم هما الاثنين. يعني خلونا يعني اقل الاضرار، مش كل الاضرار. يعني هما مش قادرين يعيشوا مع بعض، طب ما يتعاونوا بشكل لطيف جدا في نشأة او تربيته نفسيا. بالظبط. ليه الاب والام، يعني الاب احيانا يستخسر يدي لهذه الام العائله التي تعول هذا الطفل فلوس ويديها للمحامي عشان يرفع له قضيه تقلل النفقه او يعني حاجه غريبه قوي. المجتمع الجميل اللي يسود فيه فكره المعروف، حتى لو ليك حق بس ما خربش الدنيا عشان اوصل للحق. ما دام الحق ده يعني انا في مجال يعني مرتاح ومبسوط وسعيد، نرجع للمجتمع الجميل الحلو. عشان كده انا يعني كنت بتناقش مع حد من الناس مره، فبقول له انا نفسي انزل بوست اقول انه لو بنفترض ان في عيله مكونه من 5 افراد وعيله مكونه من 4، المفروض لما حد من العيله دي يتجوز حد من العيله دي، النتيجه تبقى عيله كبيره مكونه من 9، مش عيله 4 وعيله 3 وعيله انفصلت بقت 2. هو ده اللي بيعمل المشاكل، انه وقت ما بتحصل مشكله بين الطرفين اللي اتجوزوا، كل واحد فيهم بيبدا يدور هو طالع منين وبيئته كانت شكلها عامل ازاي، ويبدا ينصاع للبيئه اللي هو كان موجود فيها، في حين ان هم نسيوا انه انتوا خلاص بقيتوا بيت ثالث المفروض تبقوا مع بعض. عايز ارجع واقول ايه اللي جوه الكتاب. الكلام ده حقيقي جدا. اللي جوه الكتاب 25 قصه، في منهم 2 قصص رمزيه و23 قصه حقيقيه. يمكن ما تكونش حصلت في نفس البيت زي ما انا كنت بقول في البرومو، ولكن المواقف اللي فيها كلها حقيقيه. القصص اللي بكتب فيها جزء من عندي، بقول في الاخر ممكن تكون القصه مقتبسه، لكن الكلام اللي جواها ده كلام حقيقي جدا. قصص اطفال بيعانوا من امراض متعبه، اهاليهم فضلوا وراهم لغايه ما عملوا منهم حاجه، زي قصه آمن. قصه عسكري واقف على الجبهه والناس مش حاسين بقيمته، ومش حاسين هو بيعمل ايه، مش حاسين يعني ايه زوجه وبنت صغيره ابوها عسكري مات استشهد هناك، وبنته اللي عندها 2 3 عسكري ضابط انا بتكلم على عامل بيشتغل عشاني وعشانك. قصص انفصال والاطفال هم اللي رجعوا الاهل لبعض تاني، لما ابتدت البنت تحكي لباباها عن قد ايه هو مهتم بيها، فالام تسمع ايه ده، هو بابا بيعمل كل ده وانا مش واخده بالي، والعكس الولد يحكي لمامته شكرا يا ماما على اللي انت بتعمليه وبتعمليه، فيبدا الاب يسمع، فيبداوا هما الاثنين يبصوا لبعض نظره مختلفه. وقلت في القصه دي بالذات انه مش ورا كل انفصال واحد غلطان، ممكن يبقوا الاثنين صح بس مش شايفين بعض. فدي اغلب القصص اللي موجوده في الكتاب. يمكن كنا دايما نبص اي حد بيدون، فالموضوعات او القضايا بتبقى على طول قضايا سياسيه، ولكن لما الامر يخش في البعد الانساني ويقترب اكثر من البعد الاسري وفكره تضميد الجراح وتوثيق الروابط في الاسره، لان ده مردوده على المجتمع ككل. ده اللي هيصلح السياسه على فكره. طبعا ده اللي هيصلح السياسه. ما هي لما المجتمع الاسره تنضبط، المجتمع ينضبط بالزبط. كل حاجه يبقى انت طالع من بيتك منضبط وملتزم، فبتبقى منضبط وملتزم في المدرسه، ده حقيقي. بتبقى طالع واعي وعندك استعداد يعني ومؤهل، ده حقيقي، لانك تحيا حياه سليمه اما في مش خاليه من المشاكل، ولكن عندك القدره على حل هذه المشاكل. صحيح. في او على الاقل انها ما تضرنيش، يعني لما اكون بواجه مشكله يمكن ما اقدرش احلها، لان في بعض الاحيان حل المشكله في عدم حلها، انها تقويني، مش يعني خلاص هي مش هتتحل، بس انا قدرت اعلى فوقيها والدنيا تعدي. يعني انت مارست النوعين من الكتابه، مارست الكتابه على الانترنت ومارست الكتابه المطبوعه. يعني ايهما اقرب
الى فكره السعاده، انك سعيد بايهما ولا بالاثنين مع بعض؟ بص، الكتاب عمره ما كان فكره في دماغي خالص ان انا انزل كتاب. نزلته بناء على رغبات الناس، لانه قالوا لي انه في ناس مش بتتابع الانترنت، في ناس ما عندهاش اكونت على الفيسبوك، في ناس ممكن يبقى في مشكله في بيتهم، فمش هنقدر نقول لهم تعالوا اقروا امير كاتب ايه، ممكن نروح نسيب لهم الكتاب هديه، وناس كتيره فعلا بيعملوا الموضوع ده. انا بستمتع اكتر بكتابه البوست على الفيسبوك، لانه انا وال 94,000 او 96,000 اللي على البيج احنا اصحاب كلنا. الناس يقولوا لي يا امير حلوه دي، والناس يقولوا لي لا على فكره دي ممكن ما تعرفهم يعني، احنا فعلا ما اعرفهمش، بنتكلم بعض من خلال كلامنا مش من خلال وشوشنا، مفيش وشوش. وده كان حد انا كان مره بيقول لي على فكره الفيسبوك ده مجتمع افتراضي زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه، وممكن يبقى عندك 5000 صديق على الاكونت وانت ما تعرفش منهم 3 4. قلت له انا عندي دلوقتي اكتر من 100,000 اعرف منهم ناس كتير جدا، وبنتعايش مع بعض، وناس يجوا يكلموني على فكره احنا بعتنا لك وانت ما ردتش، واقول لهم معلش انا اسف بس كان عندي شغل، وابدا ارد عليهم تاني. لا، المجتمع ده موجود، بس احنا نستخدمه ازاي؟ الافتراضيه في ان انا اعيش وهم، انا مش عايش وهم، انا عايش كلام حقيقي جدا. يعني انت لما تيجي على صفحتك وتقول يا جماعه ده احد اللي موجودين معانا على الصفحه يعني عايز طبيب بمواصفات معينه مثلا، تمام، او عايز مركز للخدمه كذا، تمام، فعلى طول هتلاقي وسط ال100,000 اللي هيقول لك وده حصل بسرعه، واللي يقول لك لا ده انا ما يجي لي انا، وده حصل انت فعلا، واخد بالك؟ ده الشق الايجابي الجميل اللي بالامكان تفعيل كل هذه الفيدباك بشكل اجمل. انا عايز اقول لحضرتك انه من ضمن النتائج اللي ما كانتش متوقعه من على الصفحه، انه الناس اللي عندها مشاكل وكانوا مش قادرين يتكلموا عنها ابتدوا يبعتوا مشاكلهم علشان المشاكل بتاعتهم تتنشر، عشان احنا كمان كان عندنا كده في البيت وكنا مكسوفين نقول، بس احنا دلوقتي ممكن نقول. فطبعا دي كانت نتيجه بالنسبه لي مبهره جدا، عمري ما كنت اتخيل ان انا اوصل لها يعني. ايه اللي بعد كده؟ اما بعد احنا فاهمين بعد، لكن اما بعد ليك ده المفروض يبقى سؤال اساسي عندنا. بالظبط. طبعا انا تملي اصل بفكر في كده يعني ايه اللي بعد كده، وماذا بعد تلك المشكله؟ يعني هذا سؤال شكسبيري القاه على لسان يعني قاله على لسان احد شخوصي مكبث تقريبا. بص، مبدئيا انا ما بحسبش قوي الخطوه اللي جايه هتبقى ايه، بس لازم الخطوه اللي جايه تكون اعلى من الخطوه اللي انا فيها. ما ينفعش ان انا ارجع. بابا قال لي بص يا امير، انت وصلت لمرحله في مكان ما ينفعش لما تيجي تنزل حاجه بعد كده تكون اقل من المستوى اللي فات، لانه الناس حطوك في مكان ما تحرجهمش، ما تكتبش حاجه في يوم من الايام يقولوا ايه ده احنا كنا بنمشي ورا كلامه واذ فجاه امير طلع مش مظبوط يعني كن عند حسن ظن من قرأ لك ومن اودعك لايكه. شكرا جزيلا استاذ امير، وسعيد باني عندنا بدانا نقترب من فكره ادب الاعتراف حتى على المستوى الشخصي بهذا الشكل، واتمنى ليك مزيد من التوفيق، وجميل ان نتفاعل انسانيا وحضاريا لنلتقي في النهايه في هذا الطريق الذي يؤدي في النهايه الى احترام هذا الكيان، هذا الإنسان الذي هو الذرة الكونية في هذا الكون الذي إذا ما اجتمع كان المجتمع، وإذا ما سار كان التاريخ، وفي لحظات الألم والفرح يكون الأدب. هكذا قال صلاح عبد الصبور. إلى اللقاء.